السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة قصص حدثت بالفعل. النهاردة هعرض لكم محتوى جميل وشيق جدا، وهو أغرب الأكلات في الوطن العربي. بس رجاء من حضراتكم، لو أول مرة تدخل قناتي ياريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. أغرب الأكلات الشعبية من العالم العربي. من يوم ما انتشر فيروس كورونا والناس بتربطه بالأكل، وعبرت الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالغرابة والقرف من معظم الأكلات الصينية، ومنها شوربة الخفاش وغيرها من الأكلات التانية اللي بنشوفها في الأسواق الشعبية في الصين. فلما يتعلق الموضوع بالأكل، العالم كله ممكن يكون غريب، ففي كثير من الأكلات الغريبة اللي يعتبرها معظم الشعوب مقرفة، لكن من أشهى ولذ الأكلات عند ناس تانية. فأثناء أكل كمبوديا العناكب المقلية، بياكل التايوانيين كيكة دم الخنزير، ويعتبر جرذان الأرض من الأطباق المفضلة عند منغوليا في فصل الشتاء. أما الضفادع فهي من أغلى الوجبات الفرنسية. وطبعا العالم العربي عنده كثير من الأكلات اللي ممكن يشوفها جزء من الناس غريبة ومقرفة، وأنا جمعت ليكم شوية منها هنا، يلا بينا نشوفها سوا. أول أكلة هي حساء الحلزون أو شوربة الحلزون. هي شوربة مغربية الأصل، فهي تعتبر من أكلات الشارع المغربي، وبيتم صناعته عادة في حلل فضية كبيرة، واسمه برضو حساء الغلالة أو الببوش. وبيتم عمله من خلال جمع الحلزونات الأرضية وتخزينها في أكياس تسمح بدخول الهواء ليها، لكن شرط إنها تتحط بعيد عن الشمس أو المطر. بعد كده بتتحط الحلزونات دي في حلل مليانة مية لغاية ما تطلع منها قواقعها، وتتغسل كويس مع تغيير المية أكتر من مرة. وما بيتمش اختيار غير الحلزون الحية، أما الميتة فبيستبعدوها. بعد غسلها بيتم غلي الحلزونات في قشرها. بعد غليان المية بيضيفوا الملح والفلفل الحراق وشوية من الأعشاب زي جوز الطيب والكمون والجنزبيل وحتة ليمون، وتفضل مدة الطهي من ساعة لأكتر بناء على نوع الحلزون المستخدم. ويعتبر حساء الحلزون ده مفيد للصحة علشان ما فيهوش دهون، وينفع في علاج أمراض الصدر والسعال. تاني أكلة كبسة الجراد. الجراد ده من الحشرات اللي بتطير، واللي تعتبر من عائلة الجنادب. بيتغذى الجراد على النباتات المزروعة والمزروعات، علشان كده هو آفة تشتغل على تدمير المحاصيل الزراعية، ده في حال هاجمها بأعداد كبيرة. ولكن من جهة أخرى طعمه حلو وليه فوائد صحية كبيرة، فهو يعتبر غني بالبروتين ودهونه قليلة، ويشمل فيتامينات كثيرة. بيتم أكل الجراد مشوي على النار، وفي اللي بياكله ني من غير طبخ، ويتلذذ جزء من الناس بأكل أنثى الجرادة أكتر من الذكر، علشان بيكون لون الأنثى زهري وبتكون البيوض جواها، وده اللي بيديها طعم حلو ولذيذ. والذكر حجمه أقل من الأنثى ولونه أصفر. واشتهرت السعودية والكويت بكبسة الجراد، فبيتم عمل رز كبسة الجراد بنفس الطريقة اللي بيتم بيها عمل الكبسة العادية، لكن اللي بيختلف هو طريقة طبخ الجراد. فلازم أولا تسخين المية، ولما تبدأ في الغليان بيحطوا الجراد حي فورا ويقلبوا باستمرار علشان يتأكدوا إنه مفيش جراد منهم حي، ويضيفوا بهارات وملح. تالت أكلة كده اسمها كبسة الضب. طبعا مش ممكن تتخيل إن في حد ممكن يفكر إنه ياكل سحلية. في مجموعة من البلاد الخليجية تعتبر كبسة الضب أكلة من الأكلات المفضلة عند ناس كتير. والضب أو الضبان هو من الزواحف من فصيلة اسمها فصيلة الحرزونيات، وبيعيش في الصحراء. وبيتفنن الشباب هناك في أساليب صيدهم للضبان، ومن أشهر الطرق في صيده هي طريقة الغر. فمن المعروف إن الضب بيحفر جحره قريب من سطح الأرض علشان يقدر إنه يطلع من الجحر وإنه يرجع ليه بسهولة. فتعتمد الطريقة دي على إغراق الجحر بالمية،
فالطريقة دي تجبر الضب إنه يطلع برا جحره، ففي اللحظة دي يفضل ماسكه من رقبته تجنبا للعض. بعد ما يصيد الضب بينظفوه بعد قطع راسه مباشرة. بعد كده يتقطع من نص البطن علشان يطلعوا أحشائه وينظفوه من جوه، علشان بعد كده يبدأوا في تقطيع الإيدين والرجلين ويفصلوهم عن بعض. وبعد كده يبدأوا في تقسيم الصدر والبطن لنصين، وبرضه يحوشوا الإيدين والرجلين. بعد كده يحطوا حلة مليانة مية على النار، ويحطوا في الحلة توم وبصل وشوية بهارات زي القرنفل. وعادة مش بيحتاج طبخ الضب أكتر من ساعة. بعد كده يرفع الضبان أو الضب علشان يبدأوا يقشروا جلده، علشان في الآخر تبقى جاهزة علشان يعملوا الكبسة. رابع أكلة وهي كبسة الجربوع. والجربوع ده حيوان من فصيلة القوارض، يشبه الفار لكنه أطول منه، وهو سريع الحركة، وبيجري بطريقة قريبة من القفز أو النط العالي زي الكنغر كده. وتعتبر الجرابيع من الأكلات الشعبية في دول الخليج. وعلشان يعملوا كبسة الجرابيع بيسلخوا الجرابيع بإنهم يدوسوا بإيديهم على مؤخرة الجربوع زي الأرنب كده، وبعد كده يطلعوا الأحشاء، وبعد كده يجهزوا الملح والبصل المقطع مع الطماطم والثوم. بعد كده يحطوا البصل وفوقيه الطماطم، وبعد كده يحطوا الجرابيع وتترش بالملح والبهارات. خامس أكلة معانا هي الفسيخ أو الرنجة. مفيش شك إنكم سمعتوا عن الأكلة دي قبل كده. هي واحدة من الأكلات المصرية الموسمية اللي بيتم أكلها في شم النسيم، وبتتكون من سمك محمر أو مجفف. وتعتبر برضو من أشهر الأكلات الفلسطينية في قطاع غزة، فبيأكلوه شعب غزة في صباح عيد الفطر. وبيحطوا السمك في ملح خشن وبيجففوه لمدة 15 يوم لغاية ما يطيب لحم السمك من خلال الملح. وبعد كده ممكن يتاكل ني أو مقلي، بالإضافة لريحة السمك يعني الكريهة اللي بتبقى في البيت لأيام. فللأكلة دي برضو مخاطر صحية، فكل ما تزيد الملوحة يترفع ضغط الدم. وفي حالة إن الفسيخ اتعرض للتلوث خلال تجهيزه تنشط الجراثيم اللي بتفرز السموم، وبالتالي هتأثر على الجهاز العصبي، فتؤدي لضيق بالتنفس والإسهال والمغص الحاد مع الغير. ومع كل ده في ناس كتير شايفة إن الأكلة دي هي اللي بيتقال عنها إن الفراعنة هم أول الناس اللي كلوها، علشان كده الأكلة دي تستحق كل العناية دي. بعد كده في قاعدة اسمها كل جزء من الخروف. دي قاعدة لثقافات كتيرة، وهي مشهورة جدا في الشرق الأوسط، وتعتبر أكلة شهية جدا. احنا بنتكلم عن كل حاجة تتعلق بالخروف، فبيتم أكل كل جزء من رأس الحيوان تقريبا، عيون، لسان، دماغ، وحتى الودان. ويعتبر رأس الخروف بشكل خاص من الأكلات اللي ليها شعبية كبيرة في المغرب العربي، فبيتم تسويته على البخار. الباجة هي أكلة كويتية وعراقية، فهي بتتكون من رجلين وراس وأحشاء الخروف المسلوقة والمحشية بالرز. وممكن تكون من العجول أو البقر. برضو الممبار أو الفوارغ اللي بتتعرف بالاسم ده في مصر، واللي بتتسمى برضو القباوات أو السندوانات في سوريا، والعصيان في ليبيا، والشخاتير في فلسطين. وهو بيتكون من بطن الخروف وأمعائه اللي بتتحشي بالرز مع البصل والثوم والكزبرة والزيت ومجموعة تانية من البهارات. تختلف الحشوة من بلد للتاني، لكن يفضل الرز المكون الأساسي. بعد كده ندخل على أكلة الكوارع. تعتبر من أشهر الأكلات في دول عربية كثيرة، وهي عبارة عن رجلين الجاموس والبقر، وتتسمى برضو بالمقادم والهرقمة في تونس. وبيتم تنظيف الكوارع عادة من خلال إنهم يحوشوا الشعر من الرجلين، وده من خلال شويها على النار. بعد كده تتغسل كذا مرة بالمية، وتدعك بالدقيق والملح ده للتنظيف، وتتغسل بالمية كويس. بعد كده تتحط في حلة على النار ويضيفولها مية ومعلقة صغيرة من الملح لغاية ما تغلي المية لمدة 10 دقايق. بعد كده نتخلص من المية دي. بعد كده تتحط المقادم أو الكوارع مرة تانية في المية،
ويتضاف لها القرفة والبصل والهيل والغار والملح والفلفل، وتتغلي لمدة ساعات على النار لغاية ما تستوي كويس، ويتفصل اللحم عن العظم. بعد كده يتم تصفية الشوربة ويحتفظوا بيها سخنة. وبعد كده يتم فصل اللحم عن العظم ويتخلص من العظم، ويتسخن شوية سمنة في طاسة واسعة. بعد كده تضاف اللحمة وتتقلب لغاية ما تتحمر، مع إضافة كوباية من الشوربة ليها، وتتساب على نار هادية. بعد كده اللسانات. تعتبر اللسانات دي من الأكلات العربية المحبوبة، ففي لسانات الخروف والماعز والغنم، فبيتم تحضيرها بغسل اللسانات كويس. بعد كده تتقطع مع حط معلقتين زيت وورق غار وبهارات، وتستمر مدة التسوية على النار ما بين ساعتين إلى 3 ساعات. وتطبخ بكذا طريقة، تتحط على الفتة أو ورق العنب أو الفريكة، وممكن تتقدم كطبق لوحده بصلصة الزبدة والثوم والكزبرة. بعد كده المخاصي. تعتبر أكلة المخاصي من الأطباق الشهية عند العرب، وهي خصية الحيوان، ويشمل داء العجول والغنم والخرفان. وتعتبر الأكلة دي مشهورة في بلاد عربية كتيرة، ولكن الأكلات دي بتحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فما بينصحش بأكلها باستمرار. ممكن تحضير المخاصي ده بكذا طريقة، ممكن من خلال السلق في المية، أو من خلال شويها في طاسة أو في الفرن. عادة تتقطع المخاصي من النص مع التقشيرة، مع الحفاظ على اللي جواها، ويتم التخلص بس من الجلد. بعد كده تتقطع كل حتة ل3 حتت، وتتجهز طاسة فيها شوية زيت، فيضاف ليها الثوم والروزماري والكمون والشطة والبصل والفلفل والملح وعصير الليمون والخل والطماطم، ويتقلب الخليط باستمرار على النار. بعد كده يتحط الخليط في طبق حراري، ويتحط في الفرن لمدة 5 دقايق علشان يدينا لون جميل.